عارف يعني ايه جلطه؟ يعني شريان ربنا كان مديهولك واسع ويوصل الدم والاكسجين لكل خلايا الجسم، قعد يضيق يضيق لغايه لما جت جلطه صغيره وسدته. الجلطه الصغيره خلت كل الخلايا اللي بعد الجلطه وظيفتها ضعفت جدا، جت في القلب، جت في المخ، جت في الرئه، جت في الرجل. شوف انت بقى هتعاني من ايه. تعال اقول لك الاكسجين النشط هيحميك من الجلطه ازاي ويعالجك من مضاعفاتها لو جت. الاكسجين النشط عباره عن 3 ذرات من الاكسجين يخش الجسم هيبقى O2 و O. الO2 ده يعني اكسجين، يعني كل الخلايا بتتنفس، والO زياده ذره الاكسجين فائقه النشاط تمسح لك كل الكوليسترول، تمسح لك كل الدهون من الشرايين، يرجع الشريان واسع زي ما ربنا خلقه، يرجع يضخ دمه تاني فتحمى من الجلطات. طب مين بقى اللي بيعاني من الجلطات دي؟ مريض الضغط العالي، مريض السكر، الضغط العصبي اللي كلنا بقينا بنعاني منه، الفاست فودز اللي بتاثر في عيالنا. عندنا مثلث الرعب: السكر، الضغط العالي، امراض القلب. لما بنكسح الدهون بنقلل ضغطنا، بنوصل الدوره الدمويه اللي واصله للبنكرياس كويس، بنوصل الدوره الدمويه اللي واصله لعضله القلب كويس، كل جسمك بيتحسن. جسمك هيتحسن معانا.